السلام عليكم. النهاردة حلقة خاصة بالمايونيز. هنعمل المايونيز بطريقتين، الطريقة الكلاسيك اللي هي بالبيض والطريقة اللي من غير بيض. هوريكم ازاي نعمل مايونيز حقيقي وطعمه حلو جدا، احلى من اللي بنشتريه من المحلات، ومكوناته سهلة وهنحضره في دقيقة واحدة. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب. يلا بينا نبدأ بالطريقة الأصلية اللي هي بالبيض. معانا بيضاية واحدة، وربع معلقة من الملح، ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض، ومقدار معلقة صغيرة من عصير الليمون، وربع أو نص معلقة من المستردة أو الخردل، وتلات ارباع كوباية من الزيت. مقادير بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب الخلاط بتاعنا ونبدأ نضيف أول حاجة البيضة. في وصفات بتستخدم صفار بيضة بس البياض بيساعد بان هي تبقى متماسكة شوية، عشان كده انا بحط بيضة كاملة. وبعدين هنضيف ربع معلقة الملح، وهنضيف المعلقة الصغيرة من الخل الابيض، والمعلقة الصغيرة من عصير الليمون، والربع معلقة من المستردة. لو ما عندكيش مستردة المعجون ممكن تستخدمي البودر اللي بتيجي من عند العطار، او ممكن تستغني عنها خالص، هي بس تدي طعم ميزز كده وبتساعد ان الحاجات كلها بتمسك في بعض اكتر. نشغل الخلاط ونبدأ نخلط كل المكونات دي كلها مع بعض. انا استخدمت معلقة صغيرة من الخل الابيض العادي ومعلقة صغيرة من عصير الليمون. لو انتم حابين تستخدموا حاجة واحدة يعني ممكن تحطوا معلقتين صغيرين من الخل او معلقتين صغيرين من عصير الليمون، براحتكم. انا بحب احط معلقة من ده ومعلقة من ده لان هما بيساعدوا ان لون المايونيز يطلع فاتح، ما يطلعش اصفر زي صفار البيض، كمان بيديله طعم ميزز حلو كده. وبعد ما خلطنا كل المكونات مع بعضها هو ده شكله. شوفوا الخليط سايل ازاي، لسه بقى القوام ده كله هيتقل بعد ما نبدأ نضيف الزيت واحدة واحدة. استخدمي اي نوع زيت نباتي بس يكون ملوش طعم، ممكن تحتاجي تزودي شوية او تقللي شوية لحد ما القوام يتقل معاكي. بس هي ظبطت معايا من 3 ارباع كوباية زيت لكل بيضة، 3 ارباع كوباية زيت بتطلع معاكي مظبوطة. لو انت عايزة تضعفي الكمية طبعا هتضعفي كل المقادير. وده شكله بعد ما ضفنا الزيت. شوفوا القوام تقل ازاي. وفي الوقت ده انتوا ممكن تدوقوا لو حبيت ان انتوا محتاجين تزودوا حبة ملح او حبة ليمون على حسب ذوقكم. وبس كده خلصنا المايونيز. طعمه حلو جدا ولو جربتوه هتعرفوا انه احلى من اي حاجة عليها مواد حافظة بتتباع في المحلات. ولو جربتوه هتعملوه في البيت مش هتشتروه تاني من بره ابدا، لان كل مكوناته سهلة وبيتعمل في ثواني، وقوامه تحفة وطعمه بجد خطير. وهي دي الطريقة الأصلية للمايونيز، نفس طعمه بره بالظبط ويمكن أحلى كمان، لأن انت عاملاه طبعا بنظافة ومفيش فيه مواد حافظة وسريع جدا وحلو قوي قوي. جربيه ومش هتشتريه تاني من بره أبدا. يلا بينا بقى نعمل مايونيز بالطريقة اللي من غير بيض. معانا كوباية ونص زيت نباتي وكوباية حليب وقطعتين من أي جبنة كريمي مثلثات أو كيري، ومعلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الليمون ونص معلقة صغيرة من المستردة، وملح وفلفل اسود. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب الخلاط بتاعنا ونبدأ نضيف كوباية اللبن، ونضيف طبعا معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الليمون، وكمان المستردة اللي هي نص معلقة صغيرة، ورشة الملح والفلفل الاسود، ومكعبين الجبنة. الجبنة دي انا بحطها علشان القوام يتقل شوية، يكون قوامه كريمي كده، لان الوصفة دي من غير جبنة بتحس ان هي خفيفة شوية عن الوصفة الاولانية. هنخلط كل المكونات دي مع بعض في الخلاط. وده شكلها بعد ما المكونات كلها اتخلطت في الخلاط. شوفوا المكون لسه سائل ازاي،
طبعا لسه لما هنضيف له الزيت القوام هيتقل جدا. يلا بينا بقى نضيف الزيت واحدة واحدة، اكنه خيط رفيع خالص نازل واحدة واحدة. وانتي بتنزلي الزيت هتحسي ان الخليط هيبدأ يتقل معاكي واحدة واحدة. تابعيه لحد ما توصلي للقوام اللي انتي عاوزاه. ممكن يتقل معاكي مع الكوباية ونص الزيت، وممكن يتقل معاكي في الكوباية. انا المرة دي الخليط ربط معايا واحتجت كوباية واحدة بس من الزيت. شوفوا بقى بعد ما زودت كوباية واحدة بس من الزيت القوام تقل ازاي. مرضتش ان انا احط نص الكوباية اللي باقية. كده القوام بقى حلو جدا وخطير. وممكن بقى في الوقت ده تدوقيه، لو احتجتي حبة ملح، احتجتي حبة ليمون، حسيت انه محتاج اي حاجة ممكن تزوديه براحتك. القوام تقيل وحلو ازاي، بجد تحفة. جربي برضو الطريقة دي جميلة قوي قوي قوي. لو حسيتي ان القوام تقيل معاكي ممكن تخففيه بحبة لبن صغننين وترجعي تضربيهم تاني في الخلاط لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. حباه يكون تقيل شوية، حباه يكون خفيف شوية، براحتك. اللي انت عاوزاه ممكن تعمليه بسهولة جدا وتتحكمي فيه بسهولة، وبيطلع معاكي تحفة بجد جميل جدا جدا. وبيعمل معاكي كمية كبيرة. شوفوا المقادير اللي احنا استخدمناها قد ايه بسيطة وقد ايه سهلة، وكمان موجودة في مطبخنا على طول. عملنا بيها كمية مايونيز كبيرة ازاي. وطبعا لو انتي حابة تضاعفي الكمية هتضاعفي كل المقادير اللي احنا قلنا عليها. بس انا بحب اعمل الكمية دي اول باول، يعني تبقى طازة كده وفريش على طول. يلا اعملي المايونيز في البيت. لو جربتي تعمليه مش هتشتريه تاني من بره ابدا، لان مكوناته كلها سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في البيت وبيتعمل في ثواني. وكده انا عملت لكم طريقتين بتوع المايونيز. الطريقتين اسهل من بعض، ماشي على المقادير مظبوط، وهيطلعوا معاكي تحفة وحلوين جدا. ومش هيبوظوا معاكي ابدا لان المقادير دي مظبوطة وانا مجرباها وطلع معايا تحفة وزي الفل. اهم حاجة بعد ما تخلصي عمايل المايونيز تعينيه في التلاجة، حطيه في برطمان وعينيه في التلاجة، هيفضل محفوظ معاكي فترة طويلة. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.